بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مباراة الزمالك والجونة اللي انتهت بنتيجة 1-1. وبعد مباراة الزمالك النهاردة الزمالك بقى عنده 17 نقطة من 8 مباريات، بفارق 5 نقط عن الأهلي قبل مباراة يوم الاثنين اللي هتجمعه بالنادي الأهلي. كمان الزمالك ليه مباراة زيادة عن النادي الأهلي، يعني الدوري العام قبل مباراة القمة نار يا حبيبي نار. خلينا نفكر بعض اللي قبل كل حلقة احنا بنحلل أسباب وعوامل نفسية بتأثر على أداء اللاعبين ونتيجة المباريات. طيب اكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في زمالك الشوط الأول وزمالك الشوط الثاني. بداية الزمالك نزل ماتش الجونة النهارده، ونخلينا اكتر وضوح اللي الزمالك النهارده نزل الشوط الاول وهو عنده دافع وحيد. دافع الزمالك الفوز والحصول على الثلاث نقاط عشان يتصدر مجموعته في الدوري العام، وبالفعل ده الهدف اللي الزمالك نزل علشانه. يا جماعه ما نيجي نبص لاداء الزمالك طوال ال 45 دقيقه، فريق واحد، فريق كامل، ما هوش فريق نجوم على الاطلاق. يعني انا كنت حابب النهارده نعمل تقييم للاعبين الزمالك في اخر الحلقه، ولكن بصراحه في ال 45 دقيقه مفيش نجم في نادي الزمالك. نجم نادي الزمالك هو جماعيه الاداء والاصرار على الفوز، و... واللي كل لعيبه الزمالك عندها هدف ودافع وحيد هو الفوز بالماتش وبالثلاث نقاط، وفي نهايه الدوري الفوز بالدوري العام. لعيبه الزمالك نزلت مركزه عشان عندها دافع، بتلعب كره سريعه، عندهم قرارات سريعه، عندهم استثمار لدوافعهم، عندهم متعه وانسجام وهم في ارضيه الملعب. تحس لفريق الزمالك وهو بيلعب الكوره مستمتع ومبسوط، وده كان باين على ادائه قوي. الزمالك لعب 45 دقيقه ولا اجمل ولا اروع من كده. وكان في استثماره لادائه ده الجون اللي جابه عدي الدباغ في الدقيقه 26. طيب خلص كده الشوط الاول بفوز نادي الزمالك على الجونه 1-0، وكلنا اعتقدنا ان الزمالك هيكمل على هذا الرتم وهذا الاداء وعلى هذه الكوره الممتعه والشيقه والممتازه، الكروسات والهات وخد والبساط والتسليم والتسلم والعرضيات، كوره جميله وممتعه. ولكن ركزوا معايا وافهموا كلامي كويس، انا بقول كوره القدم مش تكتيك بس، كوره القدم فيها أسباب وعوامل نفسية خفية بتأثر على نتيجة المباريات. الزمالك كان فايق لما كان عنده هدف واحد، هدف وحيد، وهو الفوز والحصول على الثلاث نقاط. في الشوط الثاني زمالك الشوط الأول مختلف تماما عن زمالك الشوط الثاني. طب ليه؟ عشان زمالك الشوط الثاني نزل وغير هدفه، عينه على مباراة النادي الأهلي يوم الاثنين الجاي، فكده غير اهدافه وغير دوافعه. بعد ما كانت اهدافه الفوز والثلاثه بونت، بقت اهدافه الحفاظ على الهدف اللي احرزه في الجونه، واستثمار طاقاته لمباراه الاهلي، ولعب استهلاكي عشان لعبته ما تتعبش ويوفر مجهوده لمباراه الاهلي. وبالفعل الزمالك نجح في الحفاظ على جونه الاولاني، وحافظ على شكله وشكل المباراه بتاعته، كان متماسك لغايه الدقيقه 80. لغايه الدقيقه 80 والزمالك كان يعني مسير المباراه زي ما هو عاوز. ولكن مدرب الجونه يا جماعه مدرب عقليته خارقه،
الراجل ده انقض على الزمالك في الدقيقه 80. الراجل ده قبل دقيقه 80 عمل تغييرات جميله جدا، قلبت المباراه. لعبه في ال 18، الفرود طلعها لمحمد عماد، محمد عماد صاروخيه على يمين محمد صبحي، محمد صبحي يا دوب اتفرج عليها زي ما كلنا اتفرجنا عليها، لتنتهي المباراه بالتعادل بين الزمالك والجونه. طيب ايه اللي حصل في الشوط الثاني؟ احنا قلنا اللي حصل في الشوط الثاني اللي اهداف الزمالك اتغيرت، اهدافه اتغيرت، تركيزه قل. لما تركيزه قل ما لعبش كوره، بقى واقف في الملعب بيحافظ بس على نتيجه ماتشه، وبيحافظ على الثلاثه بونت اللي هو كسبهم. لا انت ما خلصتش الماتش، انت ما كسبتش، فبالتالي انت بتستثمر في جهدك وفريق تاني بينقض عليك وبيفوز عليك. ده كان ملخص مباراه الزمالك والجونه. اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في التحليل، وهل الزمالك كان محق ولا الزمالك اخطا؟ لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وامنه.